بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم موضوع للنقاش. قبل ما نبدأ الحلقة عايزين نرحب بضيوفنا السيد المستشار السياسي لحزب الأحرار الأستاذ عبد الرازق سلامة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الأستاذ هاني الخضيري أحد رواد العمل الاجتماعي بقرى الخريجين اهلا وسهلا بمركز البرولوس قرية المستقبل منطقة الزهراء كفر الشيخ. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الأستاذ ماهر ياسين أبو شادي أحد شباب الخريجين بقرية المستقبل. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أعزائي المشاهدين، حلقة النهاردة عن نخبة من الشباب، قيادات لها أفكار، لها طموحات بالنهضة في مركز البرولوس كفر الشيخ. ليهم طلبات وخدمات عامة، وده شيء أنا أعتز بيه وفخور بيهم طبعا، لأني لأول مرة أو من ضمن الأشياء النادرة إن احنا نلاقي شباب عندهم أفكار وطموحات لقضايا عامة أو طلبات عامة وليست طلبات شخصية ليهم. أستاذ هاني الخضيري، بما إنك أحد رواد العمل الاجتماعي بقرى الخريجين، ايه الخدمات اللي حضرتك او الخدمات والافكار اللي حضرتك عايز تطرحها وشايف انها تصلح في مركز البرولوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كرواد العمل الاجتماعي بقرى الخريجين الزهراء والمستقبل والدعاء، مركز البرولوس محافظة كفر الشيخ. تقدمنا الاستاذ هاني الخضيري. تمام يا فندم. تقدمنا بخدمات وطلبات لمعالي السيد اللواء المحافظ جمال الدين في يوم 4 نوفمبر 2020. تمام. في افتتاح مدرسة المستقبل للتعليم الابتدائي. تم افتتاح؟ وتم الافتتاح. تمام. وفي الصور حضرتك اللي بعتها لسيد. تمام. طبعا الكنترول هيرفع الصورة. تمام يا فندم. تقدمنا بتاع بإنشاء القرية، ما فيهاش أي شيء خالص. كان أول عمل يتم في قرية المستقبل هو إنشاء مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي، دي كان النواة. القرى الزهراء والدعاء كان فيهم المدارس، فيهم المخابز. المستقبل ما كانش فيه أي شيء تاني، ما كانش فيه أي حاجة خالص. فتم بناء. طب الفرق، المسافة ما بين المستقبل الزهرة والمستقبل والدعاء احنا في منتصف القريتين، في النص. المسافة بعد قد ايه؟ يعني الطالب او 5 كيلو. الطفل 5 كيلو. 5 كيلو. 5 كيلو. كان الطالب اللي هو عنده 6 سنوات بيذهب الى الزهراء عشان المدرسة. المستقبل ما فيش اي شيء. تم الحمد لله بناء المدرسة للتعليم الاساسي ابتدائي واعدادي. تمام. وتشرفنا بمقابله السيد اللواء جمال الدين معالي الوزير المحافظ بافتتاح المدرسه، والدكتوره بوسينه كشك، تمام، والسيد الاستاذ جمال اسماعيل، والسيد اللواء احمد السنوسي نائب ورئيس مجلس ومدينه بلطيم في ذاك الوقت، والقيادات الشعبيه والتنفيذيه في المحافظه. وعرضنا الامر على السيد اللواء الوزير المحافظ باحتياجات القريه. عاوزين الدور الاول قبل ما نتكلم في الاحتياجات اللي موجوده. المدرسه تم انشائها وتم افتتاحها. دور الرواد ايه؟ دور الرواد اللي عملوه في المدرسه، وبعد كده نخش على الحاجات اللي مطلوبه. ودور الرواد ايه وايه المطلوب من السيد المحافظ؟ حضرتك يا فندم، قمنا بزراعه الاشجار المثمره داخل المدرسه. تمام. وكان معانا بتاع الاستاذ السيد اسماعيل مدير اداره بلطيم التعليميه، والصور بعتها لحضرتك. تمام. شجرنا مدخل القريه بالاشجار المثمره برضك. دورنا في القريه، عملنا بتاع اليوفط النفد الرياضي مدخل القريه، دهنا الاعمده بتاعه الاناره كلها بعلم كانت مصري. مشاركه اجتماعيه ما شاء الله من الرواد واهالي المنطقه مع الجهات المختصه. تمام. لتجميل بقدر استطاعتهم يعني. تمام يا فندم، كله بالجهود الذاتيه من الشباب ومن القريه. تمام. تمام يا فندم. تقدمنا بتاع السيد اللواء المحافظ بإنشاء وحدة صحية. دي الطلبات الجديدة. الطلبات الجديدة في قرية المستقبل، لأن الصحة أهم شيء. مفيش وحدة صحية؟ مفيش وحدة صحية. أقرب وحدة صحية 5 كيلو اللي هي الزهرة والدعاء، وإحنا في المنتصف محرومين من كل شيء. تمام. تقدمنا بره للسيد اللواء بإنشاء الوحدة الصحية. تم إنشاء الطلب، تقديم الطلب. تمام. وجبنا موافقة الإدارة الصحية بكفر الشيخ والإدارة الصحية ببلطيم، ليس لديها مانع من إنشاء الوحدة الصحية بقرية المستقبل بعد قرار التخصيص. تمام. حضرتك تمام.
اللي هو متعلم ده. بس ما فيش تمام. حاجة. في صور طبعا في كنترول هيتم رفعها. جبنا تاني يا فندم حضرتك انشاء مركز خدمات اجتماع متكامل بقريه المستقبل وموافقه الشؤون الاجتماعيه، ليس لديها مانع من انشاء الصور طبعا الكنترول كل شيء. مشكورا رفع الصور حاليا، هي تمام، الصور تمام يا حاليا فندم. لبعض الطلبات والردود اللي موجوده تمام. مع الساده المشاهدين على الهواء. حضرتك تاني وحده بيطريه، وجبنا بردك الموافقه من اداره الطب البيطري، مديريه الطب البيطري بكفر الشيخ. تمام ليس لديها مانع من اقامه الوحده البيطريه بقريه المستقبل بعد قرار التخصيص. تمام تمام. طالبنا كذلك يا فندم بانشاء وحده اسعاف، وحده مطافي، ماشي، وحده بريد، لان المنطقه تفتقد الخدمات دي كلها. تمام. وانت حضرتك احنا في طب داخلين المسافه في ما بين الرقمنة. الخدمات، المجاوره، يعني اقرب وحده صحيه، اقرب ما أنا وحده بقول لك بيطريه، اقرب على حاجه بعد قد ايه؟ الوحده الصحيه 5 كيلو، الوحده البيطريه 20 كيلو، لان ما فيش وحده بيطريه في القرى الخارجين الثلاثه. تمام يا فندم. تمام تمام. بعد كده حضرتك وحده مطافي، وحده اسعاف، مكتب بريد، تقدمنا بالطلبات ديت كلها ومعانا محضر مجالس الاداره. تمام. وتقدمنا بالاشياء ديت كلها. تمام تمام. وكل شيء لا مانع لا مانع من بعد قرار التخصيص. وحده صحيه ووحده بيطريه وحده بيطريه. تمام تمام. طبعا عايز اوضح حاجه للساده المشاهدين. اوجه الشكر طبعا وتوجيه لكل الشعب المصري، بوجه الشكر للسيد رئيس الجمهوريه والحكومه الحاليه لمبادره حياه كريمه، لان حياه كريمه مقامه على مستوى الجمهوريه وليست كفر الشيخ بس، كل محافظات مصر بقى في خطه من السيد الرئيس موضح فيها احتياجات المناطق كامله، وتم درجها طبعا لحياه كريمه. الطلبات اللي حضرتك قلتها ديت تم درجها لحياه كريمه؟ تم درجها. حضرتك جبنا بتاع ده السيد في طلبات موجوده او في التخطيط، في التخطيط موجوده في تمام. التخطيط، ولكن حياه كريمه ما زالت مقامه، والسيد الرئيس قال ان مشروع حياه كريمه ده هياخد وقت بطبيعته. تمام. ولكن قبل الحلقه اتكلمنا مع بعض ان كان في مشكله في تنفيذ حياه كريمه عندك والمشاريع اللي حضرتك قلتها، وهي عدم توفير اماكن لانشاء المشاريع دي، مع ان كفر الشيخ في قلبها ارض املاك دوله. تمام. ده قبل الحلقه الارض موجوده داخل الكتله السكنيه وداخل المتخللات، ومنظمه الفو العالميه اما انشات القرى ديت سايبه المساحات الفضاء ديت علشان انشاء النفع العام وعشان المدارس والمستشفيات والوحدات وكل شيء. المناطق دي قد ايه؟ حوالي المساحات في بتاع 600 متر، تمام. في 1750 متر، في 1750 متر ناحيتين في قريه المستقبل، وديت عند المسجد 600 متر، وفي المساحه بتاعه الوحده الصحيه 1000 متر. يعني في مساحات موجوده مخصصه المساحات موجوده، ولكن للاسف فوجئنا ان الارض اتقسمت على الموظفين بهيئه التعمير. تمام. حتى بعتنا طلب لمعالي السيد اللواء الوزير وزير الزراعه ووزير التخطيط، وقلنا سياده الرئيس هل من المعقول ان الموظف بالقاهره وبهيئه التعمير هيقبل السكنه في قريه المستقبل؟ طب إذا جبل السكنة في قرية المستقبل كيف يوافق بين العمل في القاهرة وبين السكنة في قرية المستقبل؟ وإنما هو باب من أبواب التربح الوظيفي من خلال الوظيفة العامة. بناء على كده يا فندم جه حضرتك قرار معالي وزيرة التخطيط وخطبة وزير الزراعة، تم مخاطبة رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة بالكتاب رقم 556 بتاريخ 6/4/2021، وقد ورد رد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة بالكتاب رقم 808 بتاريخ 26/4/2021 بأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أفادت بأن مساحات الأرض الفضاء بقرية المستقبل قد تم تخطيطها وإدراجها نفعا للمشروعات اللازمة للنفع العام اللي هي الطلبات اللي حضرتك تمام الحالية والمستقبلية يا فندم. تمام. ولذلك ما حصلش اي شيء من ده. بقى لها قد ايه الطلبات اللي انت مقدمها؟ الطلبات اللي بقدمها في 2020 ما كملتش. طيب تمام. انا بس حضرتك تاني يا فندم اتفضل. جه رد بتاع مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات تناولها في التقرير بتاعه. تمام. ماشي. بالنسبه لمنطقه الزهره ان هو عدم وجود وحده اسعاف، وحده مطافي، وحده محطات صرف، وحده بيطريه، اعتراض بعض المؤسسات ان في عجز للمنطقه في الخدمات بالطلبات دي. طبعا اوجه الشكر للاستاذ هاني الخضيري. طبعا هنكمل معاه الخدمات بتاعته، بس انا عايز اوضح جزء. تمام ده بعد اذن حضرتك. الطلبات اللي تم تقديمها من 2020 حياه كريمه. السيد الرئيس انا قلت من قيمه شويه ان السيد الرئيس اكد ان حياه كريمه هتاخد وقت من الزمن وربما توصل لحد 2030، يعني المده الزمنيه، لان مش من يوم وليله. امكانيات الدوله كلنا عارفينها،
دولة فاتحة مشاريع في أكتر من نطاق وأكتر من اتجاه، وده شيء نوجه الشكر ليه للحكومة، لأن الحكومة شغالة ليل ونهار لتنفيذ المشاريع. المؤسسات الدولة كلها واقفة. ولكن أنا عايز أوضح نقطة للأستاذ هاني. قال إن جمعية الجمعية العمرانية أو هيئة التعمير مطلعة مستندات أو بيقولوا إن هي تم تسليم الأرض دي لبعض الموظفين. أنا عايز أقول حاجة مش ليهم ولا للأستاذ هاني. مصر كلها في خدمة المصلحة العامة. احنا عايزين نبني دولة جديدة، ننشئ كيان جديد، مصر جديدة، حياة كريمة لكل الناس. فما ينفعش حد لا من هيئة التعمير ولا الأستاذ هاني ولا أي حد أيا كان هو إنه يقف ضد مصلحة الدولة لو في شيء من الوطنية. احنا كلنا في خدمة بلدنا، من أول رئيس الجمهورية لحد العامل البسيط اللي شايف حاجة صح يقدر يعملها لخدمة البلد أو تنفيذ مشروع حياة كريمة أو الخدمات العامة. ده شيء لازم كلنا نقف معاه ونسنده. أي حد هيقف قدام المشاريع ديت، لا كلنا هنتصدى ليه وكلنا هنقف قدامه. وطبعا هيبقى فيه لقاء مع أكتر من مسؤول لمناقشة إذا تبين صحة أو كلام الأستاذ هاني إن في بعض الموظفين واقفين لتنفيذ هذا المشروع. طبعا هيبقى فيه لقاء مع المسؤولين المختصين لمناقشة هذا الأمر. اتفضل أستاذ هاني. حضرتك يا فندم ده بالنسبة لقرية المستقبل. تمام. حتى في محطة الصرف الصحي تمام في قرية المستقبل جينا عشان نخصص 650 متر لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي. تمام. مفيش أرض. خطيبنا بتاع منطقة الزهراء عشان توفر المنطقة. في حاجة عايز أقول عليها. تمام. المستندات اللي أنت بتتكلم عليها دي بهيئة التعمير. تمام. دي بقالها قد إيه؟ بقالها يا فندم حضرتك بتعمل من 20. لا بقالها كام سنة أو قد إيه وقت؟ يعني قبل الطلبات اللي انتم مقدمينها ولا بعد الطلبات؟ قبل رد الجهاز المركزي للمحاسبات ان المنطقه فيه احتياج ليها ولا قبل ولا بعد؟ بعد يعني بعد ما الجهاز المركزي وبعض الجهات المختصه اشارت ان المكان فيه عجز. تم اظهار العقود. طب المستندات دي هي ظهرت بعد تاريخ اصدارها هي، ما انا جايز يكون عندي عقد وعينه. تمام. سنه 2 3، لكن لما لقيت ان في كلام بطلعه. وصل لك؟ المستندات دي معاهم او العقود اللي تم توضيحها دي تاريخها امتى؟ بعد يا فندم، بعد حضرتك العقود ديت بعد ما قدمنا الطلبات دي كلها. ظهرت بعد ولا تاريخ اصدارها؟ تاريخ اصدارها بعد. تمام يا فندم. حتى محطة الصرف الصحي عشان ننشئ محطة رفع الصرف الصحي بقرية المستقبل عاوزين 625 متر. تمام. السيد رئيس الوحدة المحلية بالزهراء خاطب منطقة الزهراء الزراعية لتوفير المساحة المطلوبة. تمام. في أملاك. تمام. يتم الرد عليه. بناء على كده لم يتم الرد. تمام. بناء عليه عشان ما نعطلش الصرف الصحي من 2020 لحد دلوقتي لم يتم الرد. اشترينا قطعة أرض 625 متر ولحد دلوقتي مش عارفين نسدد الثمن بتاعها. دي الرواد اللي اشتروا. عشان اهالي القريه اهالي القريه كلها. تمام. 625 متر. طب هل يا فندم من المعقول ان هو 625 متر مش عارفين نلم الثمن بتاعهم لان العالم بسيطه كلها والارض تمام. طيب هنشتري دلوقتي في وحده صحيه 1000 متر ولا وحده بيطريه 1000 متر، مركز خدمات اجتماعي 600 متر. تمام. مدرسه ثانوي بتاع صناعي 1750 متر، مدرسه بتاع تجاري 1750 متر. تمام. ده كله هنجيبه منين؟ ومين اللي هيجيب الحاجات دي يا فندم؟ والارض موجوده كامله. تمام. ولكن بده كله ضرب عرض الحائط وتم تسليم الموظفين. تمام يا فندم. طبعا بالنسبه لقريه المستقبل فاضل الزهراء. تمام. طبعا انا عايز برضك اكد على نقطه ان قد يكون، وده اكيد طبعا لان ما فيش حد هيقف ضد المصلحه العامه، الموضوع بيتناقش في المحافظه. تمام. حد بيتابع؟ تمام. بنتابع هناك مع السيد اللي هو المحافظ على. طب الردود لسه في تشكيل لجنه عشان تنزل. يعني المحافظه شغال. اللجنه تم تشكيلها بقالها قد ايه؟ من تاريخ تشكيل اللجنه؟ من تاريخ تشكيل اللجنه هيبقى معاك الاستاذ عبد الرازق ان شاء الله. تمام. طيب اتفضل يا فندم. بالنسبه لقريه الزهراء في الوحده المحليه كان تم تخصيص بقرار 900 متر من السيد اللواء المحافظ بتاريخ 1881
القرار رقم تمام. سنه 19 بتخصيص 900 متر لانشاء الوحده. بسم الله الرحمن